داخله بقى اعمل الاكل بسرعه، ببص ما لقيتش عندي بصل. وانا يا جماعه النهارده عازمه سلايفي العشرة وعماله اقول يا خرابي اعمل ايه، بنزل استبت كده عشان اجيب البصل. لسه ما عملتش اكل يا جماعه خالص، انتوا متخيلين؟ المهم ببص كده لقيتهم طالعين على السلم، قلت يا نهار اسود، لقيتهم عمالين يخبطوا مش عارفه اعمل ايه. يا خرابي، قلت لازم اشيل الميك اب ده بسرعه عشان بيقعدوا يتكلموا عليا ويقولوا عليا كلام وحش قوي، ويقولوا دي بتتدرى في الميك اب، دي مش حلوه اصلا، دي كل ملامحها فيك، دي كلها فيك وتركيب ورموش واسنان ومكياج وعدسات، وان انا بداري بقى كل ده بالمكياج، يعني بداري التصبغات والبقع والحاجات اللي عندي دي كلها. ما يعرفوش بقى ان انا بستخدم غسول عالج بشرتي وخلاها تحفه. الغسول الفوم يا جماعه، الغسول ده وايت بيرد، الغسول ده كوري تحفه تحفه تحفه، بيقلل من المسام يا جماعه وظهور التجاعيد، وبيخلي البشره نضره وناعمه جدا. اقول لكم ان هو كمان بينظف البشره بتنظيف عميق جدا وفتحني جدا بطريقه ملحوظه. ركزوا كده في الفيديو وانا بغسل. هو الغسول عباره عن فوم، بتبتدي ان انت تحطيه على ايدك كده، تغسلي وشك زي ما انت شايفه من غير ميه خالص. بعد ما يعدي دقيقه بتبتدي تبلي ايدك وتغسلي وشك كده. عايزه اقول لك ان نتيجته تحفه تحفه فظيع. ركزوا كده يا جماعه وانا بدعك، وشوفوا بقى المسام، وشوفوا كمان البثور السوداء. عايزه اقول لكم انه فظيع في تفتيح البشره، وبيخلي البشره كده، بصوا ركزوا، بيشيل كل اثار الميك اب. الناس كمان اللي بشرتها حساسه او بتتهيج بسرعه من اي غسول او اي حاجه فيها كيميكال، الغسول ده كل الحاجه اللي فيه طبيعيه، هايلورونيك اسيد واكسجين وكوجاك اسيد، كل حاجه فيه طبيعيه. هحطه مره كمان على بشرتي، بصوا نور بشرتي ازاي. وهعمل بيه شيفنج يا جماعه، ايوه هعمل بيه شيفنج زي ما انتم شايفين كده. بصوا امن تماما على البشره، مفيش منه اي ضرر. اي حد عنده اي مشكله في بشرته يستخدمه، هيعالج البشره بطريقه ملحوظه جدا. قلت انا لازم اوريهم ان انا بشرتي طبيعيه من غير اي حاجه. جبت بقى الحل السحري بتاعي، السبراي ده بي الكوري يا جماعه. عارفين يعني ايه كوري؟ سبراي فوري بيبيض وبيعالج في نفس الوقت، علاجي وتجميلي. بيستخدم بقى في ايه؟ الناس اللي كانت مثلا عندها بقع واسمرت، او الناس اللي عندها مرض جلدي وسبب لها كلف او بقع او اسمرار، اثار الحبوب، عارفين اللي هو الحاجات اللي هي بتاعت اثار الشمس والنزول في الشمس والخروج، اللي هي بقى اللي بتسيب اثار في الجسم دي. بيفتح كمان الاماكن الحساسه والايدين وتحت الابط والركبه والكوع، كل حاجه تتخيلوها. ومستحيل حد يكتشف ان انت حاطه حاجه، لان شكله طبيعي جدا على البشره وبيفتحها، يعني تجميلي وعلاجي في نفس الوقت. حطيت بقى التنت كمان بتاعي، واصلا انا لسه ما عملتش الاكل، هجرب بقى كمان احطه على ايدي. شايفين البقعه السمراء دي؟ كانت ايدي كلها اصلا مبقعه بسبب المصيف والشمس وكده. بصوا بقى يا جماعه الفرق بعد ما حطيته. انا بستخدمه بقالي فتره، بعالج بيه ايدي وبشرتي والبيكيني والاندر ارم. بصراحه فرق معايا جدا جدا جدا. انا قلت لازم بصراحه اظبط نفسي كده قبل ما افتح لاهل جوزي وسلايفي، علشان خاطر ما ينفعش افتح لحد بصراحه وانا شكلي كده. بس كده دي الحاجات اللي انا استخدمتها، هروح بقى افتح لهم. يلا باي باي. الفوم والغسول هسيب لكم البيدج بتاعتهم تحت في الكومنتات. يا جماعه باي باي.